السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده غدا متكامل. الغدا ده بتاع يوم الجمعة، كل جمعة وانتوا طيبين، كل جمعة والأسرة المصرية ملمومة على طبلية واحدة. زي ما انتوا شايفين كده انا مش هعمل لكم الغدا ده، انا هعمل لكم بقى الفرختين اللي قاعدين المقنزين دول الحلوين. الفرختين دول مشويين في الصينية، كل فرخة عبارة عن كيلو ونص زي ما انتوا شايفين، يعني صغيرة، مش هتاخد مننا اي حاجة. المهم التتبيلة بتاعتنا تبقى تتبيله حلوه، وزي ما انتم شايفين منضفينهم بالليمون والدقيق والملح. والخضار بقى معانا بصل وفلفل وطماطم وفلفل حراق والتوابل زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين عايزه اقول لك بقى روزماري وكاري وكركم وعودين قرنفل ومعلقه قرفه ومعلقه توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكزبره زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه فابريكا كمان، مش عارفه قلتها ولا لا. المهم كل التوابل اللي عندك في البيت كده حلي بيها الفرختين بتوعتك زي ما انتوا شايفين كده. هروح حطاهم على الخضار وكوبايه ميه. ليه بقى انا حطيت، قصدي نص كوبايه ميه. حطيت ليه بقى نص كوبايه الميه دي؟ رغم الطماطم فيها بتبقى سوائل، وربع فنجان من خل. عايزين بقى نعمل صوص كده نغمس بيه الرز. زي ما انتوا شايفين مش هتعملي اي خضار زي ما احنا عاملين كده، الصوص ده وغمسي بيه الرز وما تعمليش حاجه جنب الفراخ. بصوا بقى الخليط بتاعنا اتفرم بالشكل ده كده. هروح جايبه بقى الفرختين وعامله لهم مساج بالصوص ده. بس احنا كده هنحطهم قدامكم وهندعكهم كده خفافي، وهقفل بقى الفيديو واديهم مساج كويس قوي، واروح مقفلاهم عشان اسيبهم بقى كده. عقبال بقى ما اعمل صينيه البطاطس والرز والملوخيه، اروح بقى مدخلهم الفرن. زي ما انتم شايفين انا بدعكم حلو قوي كده. انا لسه ما حطيتش الحوايج، هحط بقى الحوايج. عايزه اقول لك بقى، لو ما عندكيش كبده وقناصه ابعتي هاتي ربع كيلو من الكبد وحطيهم في الصينيه دي، هتخلي الصوص بتاعك في حته تانية خالص. وممكن ما تاكليش معاه اي حاجه، ما تاكلي الصوص ده بشويه رز ابيض وخلاص. وكده بقى خلاص سبتهم ارتاحوا. وتعالوا بقى نحط عليهم شويه زيت كده فوق الوش، معلقتين من الزيت، وهنقلبهم كمان في الخليط. وطبعا احنا مولعين الفرن بتاعنا سخن، وحطها على الرف اللي في النص. هنغطي الفراخ بتاعتنا، وما تخش في السوا هنشيل الورقه الفويل ونسيبها تحت الشوايه تتحمر. وكده بصوا بقى الفراخ بتاعتي في الفرن عامله ازاي كده، استوت بالشكل ده. شيلنا بقى ورقه الفويل وسايبينها تحت الشوايه، وطلعت الفراخ عامله ازاي. عايزه اقول لكم بامانه الصوص خرافه، والفراخ مستويه مش عايزه اي وقت ولا حاجه، هي ساعتين زمن. وهكوني عملت فراخ مشوية زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى ناكلها بالصوص اللي انا قلت لكم عليه، هيطلع تحفة. والفراخ عاملة ازاي وتشرف معاكي في اي عزومة. بصوا بطريقة سهلة وبسيطة شوينا الفرختين في الصينية. بصوا عايزة اوريكم قطعة من اللحمة عاملة ازاي بس سخنة. ولو عجبتكم الفراخ بتاعتنا ما تنسوناش بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.